ايام الجاهليه النسب عند قريش كان له مكانه عظيمه جدا، وكان معيار للمكانه الاجتماعيه. يعني الناس اللي كان لهم سلطه وكانوا زعماء في قريش كان ليهم مكانه اجتماعيه وكان ليهم نسب كبير جدا. كانوا بيهتموا بالنسب عن اي حاجه، وكانوا بيفرقوا الطبقات عن بعض. يعني كانوا بيفرقوا بين الغني والفقير. الناس اللي كان ليهم نسب هم اللي كانوا زعماء في قريش، زي بني هاشم وبني مخزوم. واللي يهمني في الفيديو ده هم بني مخزوم، اللي كانوا بيهتموا جدا بالعتاد بتاع الجيش وقوة الجيش والإدارة العسكرية بتاعت قريش. يعني كانت قريش بتعتمد على بني مخزوم في عتاد الجيش، واللي نشأ ما بينهم أعظم قائد في الجيوش الإسلامية هو خالد بن الوليد. خالد بن الوليد بن المغيرة كان من بني مخزوم. نشأة خالد بن الوليد وسط الاهتمام العسكري والقوة العسكرية له أثر هنشوفه دلوقتي في الفتوحات الإسلامية بعد ما يعلن إسلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. من خالد بن الوليد. تعالوا بقى نتعرف على قصة حياة خالد بن الوليد قبل إسلامه ولحظة إسلام خالد بن الوليد وبعد إسلامه، وهنشوف الفتوحات اللي عملها خالد بن الوليد. وبالمناسبة خالد بن الوليد خاض أكتر من 100 معركة، لم يهزم في أي معركة قط. يعني ما تهزمش في اي معركه، سواء كانت مناوره بسيطه او في وسط معارك كبيره خاضها مع الجيش الاسلامي او مع جيش الكفار قبل ما يعلن اسلامه. تعالى دلوقتي نتعرف على اسره خالد بن الوليد. خالد بن الوليد اخواته كان الوليد بن الوليد، هاشم بن الوليد، عبد شمس بن الوليد. امهم كانت لبابه بنت الحارث اخت ميمونه بنت الحارث، اخر زوجه من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وبكده زوجه النبي صلى الله عليه وسلم هي ميمونه بنت الحارث، تبقى خالد بن الوليد. ابوهم كان الوليد بن المغيره. الوليد بن المغيره اللي نزل فيه قول الله تعالى في سوره المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. وخلي بالك في النقطه ديت علشان هنرجع لها تاني لما خالد بن الوليد يعلن اسلامه، ونشوف اثر الايتين دول في نفس خالد بن الوليد. لان زي ما قلنا ان خالد بن الوليد في وسط الجاهليه كان بيهتم بالنسب جدا، واي حد بيسب ابائه او بيسب اجداده بيكون جنى على نفسه ويكون عامل حرب بينه وبينه. يعني الايتين دول كانوا بيسبوا في الوليد بن المغيره اللي كان اشد زعماء قريش معاداه للدين الاسلامي. وربنا لعنه في سوره المدثر لما قال: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا الى اخر الايات زي ما هنشوف دلوقتي. تعالى نعرف اسم خالد بن الوليد بالكامل علشان نعرف ازاي هيتلاقى مع اسم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا خالد بن الوليد بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام. وهنا عرفنا ازاي اسم خالد بن الوليد بيتلاقى مع اسم النبي صلى الله عليه وسلم. وتعالى نسأل عبد الله عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف حافظه ولا لا. تعالى يا عبد الله. وهنا عبد الله هيقول لنا اسم النبي صلى الله عليه وسلم بالكامل. ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس. عبد الله نفس اتقطع. وهنا عرفنا اسم خالد بن الوليد بيتلاقى مع اسم النبي صلى الله عليه وسلم عند الاسم ابن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر. ويبقى كده خالد بن الوليد بيتلاقى مع اسم النبي صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد أسلم سنة 8 هجرية بعد صلح الحديبية. ولكن دلوقتي تعالى نتعرف على قصة حياة خالد بن الوليد قبل إسلامه. زعماء قريش كلهم في الوقت ده كانوا بيهتموا بالكبرياء بتاعهم جامد، كانوا بيهتموا بالسلطة بتاعتهم جامد. وبالمناسبة كبريائهم دوت كان أكبر عامل إن هم يعادوا الدين الإسلامي، لأن هم نفسهم كانوا عارفين إن الدين الإسلامي هو دين الحق، ولكن كبريائهم هو اللي منعهم إن هم يأسلموا. هو ده أكبر سبب في معاداتهم للدين الإسلامي. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة وبدأ في أول غزوة من غزواته وهي غزوة بدر. خالد بن الوليد ما شاركش في غزوة بدر، ولكن عارفين دوره كويس جدا في الغزوة اللي بعدها وهي غزوة أحد، وعارفين دوره كويس جدا في انتصار المشركين على المسلمين في غزوة أحد لما انتهز فرصة ان المسلمين بيلموا الغزائم في بداية المعركة والتف حوالين جبل أحد علشان ينقض عليهم في وقت ضعفهم. وبكده عرفنا دور خالد بن الوليد في غزوة أحد، وديت من أول انتصارات خالد بن الوليد وهو مشرك مع المشركين. وبعد كده في الأحزاب بعد غزوة أحد خالد بن الوليد برضه ما طلعش مع المشركين علشان يحاصروا المدينة، ولكن قريش سلمت مهمة حماية مكة من غير الجيش بتاعتها لخالد بن الوليد، لأنهم خافوا ان مجموعة من المسلمين ينقض على قريش من غير الجيش بتاعها، فكلفوا خالد بن الوليد مهمة حماية مكة. نيجي بعد الأحزاب في صلح الحديبية، وهنا بداية نمو بذرة الإسلام في صدر خالد بن الوليد. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم وقع صلح الحديبية مع المشركين ورجع في السنة اللي بعدها لأداء مناسك العمرة هو وأصحابه، قريش بغدرها مسكت خالد بن الوليد مجموعة من المشركين أو مجموعة من الجيش بتاعها علشان ينقض عليهم وهم في وقت ضعفهم وهم بيأدوا مناسك العمرة.
ولكن هنا خالد بن الوليد كل ما يلاقي فرصه ان هو ينقض على الجيش المسلمين يحس ان في حاجه الهيه، حاجه ربانيه بتمنعه ان هو يعتدي على الجيش المسلمين. وهنا خالد بن الوليد بدا يفكر بعقله وبدا يراجع افكاره ان هو يشوف ان الاسلام هو الدين الحق، وان النبي صلى الله عليه وسلم معاه قوه كبيره، مش معاه قوه بشريه ولكن هو وحي من عند ربنا. بعد كده تتوالى الاحداث واعداد المسلمين بتكبر وقوه المسلمين بتنتشر في كل مكان. بعد ما خالد بن الوليد شاف اعداد المسلمين بتكبر وقوتهم بتنتشر حس ان هو فعلا على حق، وحس ان هو لازم ياخد فرصه ان هو يحكم عقله وان هو يشوف فين الصح من الغلط. تعال نرجع بقى للوليد بن الوليد اخو خالد بن الوليد، ودوت اللي اسلم في غزوه بدر لما وقع اسير في ايد المسلمين. والوليد بن الوليد كان من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجي مره الرسول صلى الله عليه وسلم بيسال الوليد بن الوليد اخوه فين، بيقول له ما مثل خالد يجهل الاسلام، ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له ولفضلناه على غيره. وعلى طول الوليد بن الوليد كتب رساله لخالد بن الوليد يدعوه فيه الى الدين الاسلامي ويقول له ان هو على غلط وان هو فاتته مواطن كثيره. بيقول له استدرج ما فاتك فقد فاتتك مواطن كثيره. خالد بن الوليد هنا بالفعل بذره الاسلام كبرت في صدره وعزم ان هو يروح يهاجر للمدينه علشان يعلن اسلامه على ايد النبي صلى الله عليه وسلم. قبل الله استقام نفسي. بعد كده خالد بن الوليد ترك ماله وسلطانه في مكة وهاجر للمدينة. وهو خارج من المدينة قابل عمرو بن العاص، وكان خالد بن الوليد وعمرو بن العاص كانوا أصحاب لدرجة كبيرة جدا. وعمرو بن العاص كان راجع من عند النجاشي بس كان قاعد على ضواحي مكة وكان خايف يدخل لأنه كان مهتم بالتجارة بتاعته وسايب أمر محمد للمشركين وزعماء قريش. ويصادف إن الاثنين بالفعل وقع في قلبهم شيء من الإسلام، والاثنين عزموا إن هم يروحوا يعلنوا إسلامهم على إيد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وبالفعل الاثنين انطلقوا من مكة للمدينة علشان يعلنوا إسلامهم، والمسلمين استقبلوهم احسن استقبال واعلنوا اسلامهم قدام النبي صلى الله عليه وسلم. وابتسامه النبي صلى الله عليه وسلم كانت كبيره جدا لما خالد بن الوليد اعلن اسلامه. وهنا نقطه تحول في جيوش المسلمين، لان عارفين فراسه خالد بن الوليد وعارفين ذكاء خالد بن الوليد في اداره الحروب. تعال نرجع لايه ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيدا كلا انه كان لاياتنا عنيدا سارهقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. هنا الايات ديت اثرت في خالد بن الوليد جامد جدا، اثرت عليه لانها كانت بتلعن في ابوه، وعرفنا ان اثر الجاهليه كانت في صدر خالد بن الوليد، لان الايات دي بتتحدث عن ابيه اللي كان رمز للقوه والثراء ومع ذلك هدده الله بعذابه بسبب تكذيبه للحق. هنا خالد بن الوليد عارف في الايات ديت ان قوه الشخص ليست بالنسب ولا بالمال ولا بالجاه ولا بسلطان، ولكن قوه الشخص بطاعه ربنا سبحانه وتعالى. بعدها خالد بن الوليد بدا يفكر في الاسلام وبدا يفكر ازاي يطيع ربنا سبحانه وتعالى، وعلشان كده عزم ان هو يترك امر الجاهليه واهتم ان هو يستدرج ما فاته براي اخوه الوليد بن الوليد لما قال له استدرج ما فاتك فقد فاتتك مواطن كثيره. بسم الله الرحمن الرحيم. من خالد بن الوليد الى مرازبة فارس. ده بقى نتعرف على غزوات خالد بن الوليد ومعاركه وهو مسلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. تعالى على أول معركة خاضها خالد بن الوليد وهو مسلم، كانت معركة مؤتة. كانت معركة مؤتة ديت كانت ضد الروم، ولك أن تتخيل أن جيش المسلمين عددهم 3000 وعدد المشركين كان عددهم 200,000. لك أن تتخيل أن عشان المسلمين يكسبوا المعركة ديت أن كل مسلم يغلب 66 واحد مشرك، وجيش المشركين كان مكون من 200,000. 100,000 من الروم و100,000 من الغساسنة اجتمعوا مع بعض علشان يعملوا معركة مؤتة، اللي كان خالد بن الوليد له دور كبير جدا في الحفاظ على جيش المسلمين. كان دور خالد بن الوليد بعد استشهاد القادة الخمس. لو كملت الفيديو لحد هنا اكتب لي ال5 قادة في الكومنت. بعد استشهاد القادة الخمسة تولى خالد بن الوليد قيادة الجيش وعمل انسحاب بأقل خسائر الجيش الإسلامي. ولما رجع المدينة بالجيش بتاعه افتكر المسلمين في المدينة ان هم فارين، وخالد بن الوليد بعد المعركة ديت سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول، ومن هنا بدأ خالد بن الوليد سيف الله المسلول. هنا المعركة ديت ما تعتبرش هزيمة لخالد بن الوليد لسببين. أول سبب ان هو ما كانش القائد بتاعها، تاني سبب ان خالد بن الوليد حافظ على المسلمين اللي عددهم 3000 قصاد ال 200,000، وده يعتبر انتصار بالنسبة للجيش الإسلامي. نيجي لفتح مكة، وكان دور خالد بن الوليد ان هو كان قائد جيش من الجيوش الأربعة اللي دخل مكة من الجنوب. بعد كده نيجي لغزوة حنين.
غزوة حنين ديت كانت ضد هوازن، وكان دور خالد بن الوليد ان هو يعيد تنظيم الجيش بعد هجوم مفاجئ من قبيلة هوازن. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد كان له دور كبير جدا في حروب الردة، وكان في عهد الخليفة ابو بكر الصديق. بعد كده توالت الفتوحات في عهد ابو بكر الصديق، وكانت ضد الفرس في فتح العراق والشام، وكانت اهم معركة ياخدها خالد بن الوليد كانت معركة ذات السلاسل. ولك ان تتخيل ان خالد بن الوليد واقف قدام اسوار العراق والشام اللي كانت تحت ملك الفرس دلوقتي، وايام الجاهليه وقبل اسلامه كان بيستنكر ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم بيوعد اصحابه المسلمين ان هم هيفتحوا بلاد فرس. بلاد فرس اللي كانت قوه كبيره جدا وتجارتها كبيره جدا والاقتصاد بتاعها عالي جدا، وكان بيستنكر ازاي حفنه من المسلمين الضعفاء هيفتحوا بلاد زي بلاد فرس. فلك ان تتخيل ان خالد بن الوليد نفسه اللي كان بيستنكر ازاي هيفتحوا بلاد فرس، ان هو واقف وقائد الجيش المسلمين بنفسه ان هو هيفتح بلاد فرس. ربنا من عليه بفتح بلاد فرس في عهد ابو بكر الصديق. وفي عهد عمر بن الخطاب الخليفه عمر بن الخطاب عزل من قياده الجيش عشان جيش المسلمين ما يفتنش بيه. خالد بن الوليد اعظم قائد في الجيوش الاسلاميه، ولك ان تتخيل ان الخطط بتاعته بتتدرس لحد الان في الجامعات البريطانيه، في اعرق الجامعات البريطانيه بنفس الخطط ونفس التكتيكات اللي كان خالد بن الوليد عملها. ونيجي لاشهر مقوله خالد بن الوليد قالها لما جه يموت: لقد شهدت 100 زحف او نحوها، وما في جسدي موضع شبر الا وفيه ضربه سيف او طعنه رمح او رميه بسهم، وها انا اموت كما يموت البعير، فلا نامت اعين الجبناء. عايز اختم الفيديو ده واقول باستشهاد قول الله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وعايز اقول برضه: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. لك ان تتخيل ان خالد بن الوليد وهو كان معادي للجيش الاسلامي، وهو كان معادي للاسلام في بدايته، كان هو سبب في انتشار الاسلام في شبه الجزيرة العربية كلها. فعلا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خالد بن الوليد ابن المغيرة سيف الله المسلول. خالد بن الوليد ابن، والوليد بن المغيرة هو الأب، ولكن خالد بن الوليد وشوف أثره وفتوحاته في الجيش الإسلامي وإزاي ساعد الجيش الإسلامي في الانتشار، وشوف الوليد بن المغيرة ومعاداته للجيش الإسلامي، وربنا أنزل عليه وقال: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. شوف عند الوليد بن المغيرة وصلوا لإيه. شوف عند بالرغم من إنه شاف الآيات بتاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو كان مقتنع إن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الحق، ولكن الكبر وجمال الوجه في صفاء الروح والعناية تشرق في كل وجه. عايز اعرف الناس اللي كملت الفيديو ان هم يكتبوا لي البيت الشعري دوت في كومنت تحت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين المستبين.